السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبين وصفة الرقاق الطري. طريقة سهلة وبسيطة جدا. صراحة الرقاق الطري ده من احلى الحاجات اللي بتتعمل في الدنيا، يعني مين ما بيحبش الرقاق؟ صراحة بقالي سنين بتعامل بالرقاق الطري، بعمله بسويه على البوتاجاز. هنشوف طريقته، بيبقى طالع الصراحة روعة جدا، يعني عامل زي الفطير كده، يعني مش رقاق خالص. صراحة بقى يعجبني قوي عن الرقاق الناشف. طريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا، وهتشوفوها دلوقتي معانا. لذيذ قوي، يعني طعمه بصراحة بيبقى حلو. هي اهم حاجة يعني هنركز عليها الشوربة ونوعية الرقاق الطري. بصوا لازم يكون خفيف كده. كل ما كانت طبقة الرقاق خفيفة هتدي نتيجة افضل. طبعا دي شوربة سخنة، شوربة يعني تكون دسمة. طبعا 5 معالق سمنة بلدي كده حلوين. دي صينية مقاس 30 طبعا. انا هحشي لحمة مفرومة، ممكن نحشي طبعا جبن، نحشي سجق، اي حاجة يعني تعجبكم. طبعا الشوربة لازم تكون سخنة، يعني ببقى مسخناها حلو كده على النار. ودي كانت شوربة بط طبعا عندي. ببدأ ابل الرواق كده عادي. وافرد طبعا اي اول طبقة في السمنة في الصينية لازم تكون يعني طبقة حلوة كده محترمة، علشان دهنة حلوة يعني محترمة، علشان طبعا لما باجي اسويه على البوتاجاز من فوق ما يلزقش او كده. ليه بسويه بقى على البوتاجاز؟ عشان يديني نتيجة احسن بكتير من الفرن. الفرن للاسف يعني بينشف الرواق جدا، بيعضمه مهما كان حاطينه شوربة، مهما كان حاطينه آه، سمنة. للأسف لا، ما تسوية الفرن بالذات في الرواق ما بتبقاش أحسن حاجة. فجربوه صراحة على البوتاجاز، متاخدش وقت، وحلو جدا وظريف. وهنشوف ازاي بنقلبه برضو بمنتهى البساطة. هيعجبكم قوي على البوتاجاز، انه بيحافظ يعني يبقى من جوه طري كده حلو، ومن بره فيه قرمشة حلوة لذيذة كده، زي الفطير زي الفطير بالظبط يعني، كأننا بنجيب فطير. هنا انا عملت 3 طبقات. وكل طبقة كنت بدي كده ايه دهنة سمنة خفيفة، يعني هي بس انا اهم حاجة عندي الطبقة او الصينية، يعني ببقى دهناها كويس جدا. وبعد كده بيبقى طبقات خفيفة، يعني هما 5 معالق سمنة كانوا حلوين كويس جدا يعني. هنا بعد ما بحط اللحمة المعصجة بتاعتي، بروح حاطة كده كام معلقة شوربة مع اللحمة، يعني بتبقى كويسة كده حلوة، بتديني ايه طراوة مع الحشو وتماسك للحشو اكتر جوه الرواق. وبرجع اكمل عادي الرواق بتاعي. انا بحبش الطبقات بتاعه الرواق كتيره. لو انتوا بتحبوا تزودوا مثلا رواق بتحبوه تخين، طبعا زودوا ايه عن كده. يعني ممكن تزودوا طبقه تانية، يعني يبقى 4 فوق وأربعة تحت. لكن انا الصراحه هنا استكفيت ب3 و3، يعني كان بيبقى سمكه حلو كده ولذيذ، يعني بيعجبهم قوي كده صراحه. ف بنكمل نفس الطريقه اللي عملناها تحت، ونكملها برضو في الطبقات اللي فوق. زي ما انتوا شايفين كده. صراحة جربوه، يعني جربوه بجد بالطريقة دي، وسووه فوق على البوتاجاز هتلاقوا فعلا اختلاف رهيب. طبعا دي اخر طبقة بقى، ببدأ اسكنها كده واسكن الحروف زي ما انتم شايفين كده. عشان تديني يعني تبقى مظبوطة ومدياني ايه الشكل المظبوط والرقيق يعني. هدي برضو اخر معلقة سمنة معايا بقى، هدهنها على وش الصينية. بس كده، هو كده خلاص، يعني ما بياخدش يعني رصه في الصينيه، ما بياخدش وقت خالص. ميزته الرقاق الطري بقى ان انا بجيبه وبحطه في الفريزر بقى، يعني لا اسيبه بره، ولا مثلا ريحته تغير، طعمه يغير. لا، يعني انا بشتري الصراحه من الراجل واروح حاطاه في الفريزر، وقت ما اكون عايزه اطلع بيبقى لذيذ قوي يعني في كل حاجه. هنا خلصنا الصينيه بتاعتنا، هنروح بقى للتسويه. هنا الاول بقى معليه النار، يعني هنا شغلت النار عاليه. اول ما بدات تغلي، يعني في سخونية وصلت للصينية، بهدي بقى النار يعني شوية فوق الواطي شوية يعني. اوطى حاجة ببقى معليها فوقيها شوية كده، واسيبها ان انا ايه اخلي جوانب الصينية زي ما انتوا شايفين، مخليهاش في النص، يعني مخليش الصينية في نص العين، لا.
انا بطرف الصينيه شويه وافضل الف 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 ولغايه ما بلاحظ طبعا ان كل الجوانب خدت لون. هنا بقى هنيجي لمرحله القلب. طبعا بسلك الاول كده بالسباتولا بتاعتي واشوف طبعا ان لونها من تحت حلو. بجيب بقى الصينيه بتاعتي بنزل عليها الرواق كده، وبعد كده بروح قلبة الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، واروح ايه مرجعها تاني. بس كده خلاص كده قلبنا بصوا ما شاء الله ما شاء الله يعني لونه بيبقى خطير يعني، واللون متوزع حلو. برجعها برضو على نار عالية، وبعد كده بروح مهدية النار. اول ما الاقيها شكشكت كده اروح مهدية النار. بقى هنا بقى في المرحلة دي بغطيها. بصوا بقى من بعد شوية كده بص الاقيه نفخ كده وكأني بسوي فطير والله يعني. طبعا بتأكد بقى ان هو خد لون خلاص. هو في المرحلة دي صراحة لما بقلبه على الناحية التانية بياخدش وقت زي لما بيبقى الناحية الأولى. يعني العملية كلها بتاخد لها 15 يعني 10 من 10 15 دقيقة بالكتير يعني مش أكتر. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير والاشتراك في القناة.